كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. والنهاردة هنتكلم عن الموضوع هيقلب الدنيا في العربيات الكهرباء. عندي خبر ليكم من العيار التقيل. شركة BYD العملاق في سوق العربيات الكهربائية بتعلن انها هتستخدم البطاريات الصلبة بالكامل. ايه الكلام بقى ده بالظبط، وازاي التكنولوجيا دي ممكن تودي العربيات الكهربائية في حتة، هي اصلا كده في حتة تانية، هتوديها في حتة تانية ابعد من اللي هي فيه. تعالوا نشوف بقى بالتفاصيل الخبر بيقول ايه. عايزك بقى تتخيل معايا لو معاك العربيه BYD سونج ال، واحده من اهم العربيات BYD اللي بتمشيك في الشحنه الواحده 662 كيلو متر في الشحنه الواحده. شلنا البليد باتري اللي فيها دلوقتي اللي هي التقليديه اللي بتنزل بيها، وحطينا البطاريه الصلبه. ايه اللي هيحصل وايه الفرق؟ تعالوا اقول له ايه هي مكونات البطاريه بشكل عام. هو الانود والكاثود اللي هو النيجاتيف والبوزيتيف، وما بينهم هو ده بقى اللي احنا عايزين نلعب فيه اللي هو الالكترولايت. في البطاريات دلوقتي الالكترولايت ده عباره عن سائل، وهو ده اللي عايزين يغيروه او الفرق ما بينه وبين البطاريه الصلبه. البطاريه الصلبه اللي في النص ما بين الانود والكاثود ده بتبقى ماده صلبه مش ليكويد. يعني هقول لكم مثال بسيط. البطاريه الصلبه مثلا هتوصل ل 500 واط ساعه للكيلو جرام بدل 350 واط ساعه للكيلو جرام في البطاريه السائله او البطاريه اللي احنا معتادين عليها مثلا زي البليد باتري. هتلاقي ان البطاريه الصلبه هتخزن اكتر ب 43%، يعني نفس حجم البطاريه بس تخزين الطاقه تقريبا زاد النص. هات بقى BYD سونج ال دي، هات البليد باتري اللي فيها خدها ارميها وهنحط بدلها البطاريه الصلبه. هتلاقي ان الرينج هيفرق معاك في ايه، هيطلع من 662 كيلو متر في الساعه ل 940 كيلو متر في الساعه. وخلي بالك الموضوع ده مش هيفرق في رينج العربيه بس، لا ده هيفرق كمان في سرعه الشحن. مثلا بدل العربيه ما كانت بتاخد مثلا على الشحن السريع نص ساعه او 40 دقيقه، ممكن تلاقي مثلا 15 دقيقه او 12 دقيقه وتلاقي البطاريه شحنت للاخر. مدير قسم التكنولوجيا والبطاريات في BYD سان هويجن فجر مفاجاه لما طلع وقال ان هم هيبداوا اختبارات البطاريات الصلبه بالكامل من اول 2027، وان هم عندهم خطط في ان البطاريات الصلبه بالكامل دي تبقى موجوده في السوق لكل العربيات بتاعتهم من اول 2030. وقال ان هم مركزين على تقنيه الالكترولايت من نوع الكبريتي اللي هتساعد على الاستقرار والتكلفه على المدى الطويل. بس حاليا التكلفه نار بسبب الانتاج القليل. لو انت بتحب التكنولوجيا او مهتم بالعربيات الكهرباء، فدايما هتسال نفسك او السؤال ده هيجي على بالك، هو ليه موضوع البطاريه الصلبه ده ليه صعب؟ ليه احنا سامعين عنه من زمان او من بقالنا كام سنه، بقالنا 7 أو 8 سنين بنسمع عن اختراع البطاريه الصلبه، وليه مش قادرين يطبقوه في العربيات الكهرباء؟ ايه المشكله؟ مع ان هو متطبق في حاجات تانية، بس اشمعنى البطاريات الكهرباء او البطاريات العملاقه احنا مش عارفين نطبقه فيها؟ شركات كبيره زي BYD وCATL من اكبر الشركات اللي بتصنع البطاريات على طول دايما شغالين وعايزين يوصلوا للبطاريه الصلبه في اسرع وقت، لان هي خلي بالك اللي هيوصل لها الاول هيقلب بيها الدنيا. بس العمليه محتاجه وقت طويل وتصنيعها صعب جدا، ولازم تقنيات متطوره عشان تبقى ناجحه. من اكبر المشاكل اللي بتواجههم في التصنيع هي التشققات والاشواك اللي بتظهر، اللي لازم يحلوها قبل التوسع والانتشار في الاستخدام. على فكره BYD مش لسه بادئه لما الراجل ده اعلن عن الخبر ده، BYD شغاله على الموضوع ده من 2013، عدوا بمراحل كتيره قوي من بطاريات صغيره جدا لتجارب عمليه في 2024. وده بياكد لك ان هم مصرين يوصلوا للتقنيه المثاليه اللي بتحقق الامان والكفاءه مع انخفاض التكلفه. متهيألي مستقبل عربيات الكهرباء مبهر اكتر ما هي مبهره اصلا دلوقتي. وهل ممكن يبقى في شركه هتسبق BYD او CATL اكبر شركتين في تصنيع البطاريات في انها تعلن عن البطاريات الصلبه؟ وخلي بالكم انا شايف ان ده اكبر حاجه ممكن تقلب سوق العربيات الكهرباء وهتقلب سوق العربيات عامه. لما يبقى عندك عربيه اللي هو بنتكلم في التوقعات انها تمشي 1000 كيلو، فمتهيألي حسابات ناس كتير قوي هتتغير. عايزك تقول لي رايك في الكومنتات، وهل فعلا البطاريه الصلبه دي ممكن تكون الحاجه اللي هتقلب الدنيا في العالم العربيات عامه، ولا الناس دي بتقول اي كلام وخلاص عشان تبيع؟ مستني رايك في الكومنتات. كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على كل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.